السلام عليكم حبيباتي ومتابعيني على قناتي مرجانة للطبخ. أهلا وسهلا بكم. على بالي طولت عليكم الغيبة، من الله غالب عليا مع الخدمة من جهة والمناسبات المفرحة من جهة أخرى. في الحقيقة كان عندي نفاس في معسكر تاع أختي، العقوبة إن شاء الله لكل وحدة متمنية. جبت لكم لقطات صغيرة نشاركها معكم قبل ما نبدأ الفيديو التاعي، وبلاش في نفس الوقت تتعرفوا على العادات والتقاليد تاع ناس الغرب. هنا راهم يوجدوا في البركوكس تاع النافسة، يندار بالدجاج واللحم والعصبان والكفتة في الأخير. نشوفها معاكم إن شاء الله في فيديو آخر. وتاني من عادات المعسكريات يديروا التعمير، سيتان بسكوي صالي. هذا داروه بالبيض والبصلة كاراميليزي والخبز مرحي والفرماج والعطرية، يجي بزاف بنين. وكاين اللي يديروه بالسميد مقلي تاع الطمينة، ويندار بالكفتة ولا يندار بالليزابة، يجي تاني رائع ويطيب في المرقة. ولكن هذا راح نحطوه في المول ونفوروه، ومن بعد نبريزونتيوه مع الرقاق. هذا هو الشكل تاعو، احنا درنا مول تاع كوكياج. وكي يجيو عندهم الضياف في اي وقت يدخلوا لازم تنحط لهم هذا الحطة، تنحط البابا مع طاجين الحلو والرقاق او الفتات مع الدجاج محمر والتعمير والمرقة طبعا. وتاني البركوكس اللي جاي يهبل وبنين ومحرحر ما شاء الله عليه. وتاني تنحط السلطة مع المشروبات. ومن بعد كي يتغداو نحطوا القهوة ولاتاي مع الطمينة والقاطو والتقنتة تاع معسكر، تجي تاني شابة وبنينة. وتاني محشوقة الجماهير طبعا اللي هي المبصلة اللي تشبه في الطمينة وتسقى شوية بمرق البصل. إذن هذه هي بعض اللقطات والعادات تاع ناس الغرب. نروحوا حبيباتي لوصفتنا نهار اليوم، واللي هي الكسكس أو الطعام بالتفاية، اللي يجي أكتر من رائع، يصلح للضيافة للمناسبات والأفراح، ولما لا نقلشوا رواحتنا من حين لآخر. التفاية هذه هي عبارة عن بصلة معسلة مع زبيب، يعني الطعام تاعنا راح يجي بدون خضر وميمطون سوخي صالي. بالنسبة للناس اللي جامي ذاقوه نقول لهم ما عليكم غير تجربوه، لأنكم راح تعشقوه وما راح تستغناو عليه. نروحوا نشوفوا مع بعض حبيباتي مقاديرنا لنهار اليوم مع كيفية العمل. أول شيء عندي دوم وقصو تاع لحم، يمكن تعويضها بالدجاج وعلى حساب عدد العائلة. عندي كيلو من البصل أو أكثر للتفاية، وحبة كبيرة للمرق. وعندي تاني طعام متوسط أو كسكس متوسط، أنا استعملت ماما. وعندي زبدة للدهن طبعا. بالنسبة للعطرية أو لزيبيس راح نحتاج إلى ملعقة صغيرة سكنجبير، نصف ملعقة كركم، ربع ملعقة فلفل أسود، وقليل من القرفة غبرة، وشوية قرفة عود، وشوية زعفران تاع الشعرة، وحبات من الكبابة. للتزيين راح نحتاج إلى الزبيب حوالي 150 إلى 200 جرام، وشوية لوز للتزيين. ونروحوا نجهزوا المرق تاعنا. نجيبوا كوكوط نسخنوها ونضيفوا لها شوية زيت وشوية سمن، ونحطوا اللحم تاعنا يتقلى ويتحمر على الجهتين مع التقليب طبعا. ومن بعد ما يتقلى ويتحمر لينا نروحوا نجيبوا البصل بعد ما كنت رحيته بالاشواخ. ماذا بيكم تكتروا باش تجيكم مرقة خاطرة وبنينة. نحركوا هذاك البصل مليح حتى يتشرب لنا كامل ليدام والبنة تاع القليان. ومن بعد ما خليته تقلى مليح نروح نضيف الملح حسب الذوق تاعكم طبعا، هو اختياري، والعطريات تاعنا. وفي نفس الوقت كنت وضعت الزعفران تاع الشعرة في شوية ما سخون باش يطلق لي اللون. اللي ما عندهاش زعفران الشعرة تستعمل كولورون ولا تكتفي بالكركم. ونقلي مليح، وفي نفس الوقت يمكن ذكر اسم الله مع التسبيح لمالا حتى ربي يبارك لكم في ماكلتكم وتجي صحية. ومن بعد ما تقلات مليح نروح نمرق بالماء سخون، ما تحطوش الماء سخون فوق اللحم باش ما يسماطلكمش. ديروا المرق على حسب الحاجة تاعكم، انا هنا عومته فوق اللحم. ونغلق لاكوكو تاعي ونخليها تطيب حوالي 35 دقيقة حتى اللي ينضج اللحم معايا. ثاني شي نروحوا نوجدوا الكسكس ولا الطعام تاعنا. هنا راني درت 2 غرافة معمرين اللي راح توكل لي حوالي 5 اشخاص. نغسلوا ذاك الكسكس مليح ونصفيوه من الماء ونخليوه يقطر. من بعد نحطوه في القصعة تاعنا
ونحلوه مليح حبة بحبة. في نفس الوقت مازالوا يبقى ينشف حتى اللي تحسوه ما راش يلصق الطعام في يديكم. ومن بعد نروح نجيب الزيت تاعي، ندير حوالي 3 معالق على حسب الكمية السمنة اللي عندكم. مهم جدا بالنسبة للمبتدئات لازم يتبعوا كامل الخطوات باش ما يجيهمش الطعام ناشف ولا معجن. اذا نحرك مليح كي شغل راني نبسس فيه باش ما يلصقليش في الكسكاس كي نحطه يفور. وانا في نفس الوقت كنت دايره الماء تاعي يغلي، نروح نجيب الكسكاس ونعمر الطعام تاعي فيه. مهم جدا الماء لازم يكون غليان مليح باش كي تحطوا الكسكاس ما يبداش يسخن ويشمخ لكم في الطعام، يعني يبدا ديريكت يفور. انا هنا راح نغطي الكسكاس ونخليه يفور على نار قويه، ونروح نوجد الدفايه تاعنا. هنا راني جبت طاجين صغير، درت فيه شويه زيت وشويه سمن بعد ما سخن معايا، وكنت في نفس الوقت قطعت البصل تاعي شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا. شعل ما تكتروا بصل شعل ما غادي ما يبقاش بزاف، يعني راح يدوب. معروف البصل انه فيه الماء كميه كبيره. ونضيف له شويه ملح ونخليه يدوب على نار قليله، ما تزيدولهش النار باش ما ينحرقش، لازم الماء تاعو يخرج. ونغطي الطاجين تاعي والطعام نروح نفقده بعد ما فاتت حوالي 10 دقائق. نسي نقلبه داك اللي من تحت نطلعه من الفوق، ما نخربش فيه بزاف، يعني شويه برك تحراك، ونزيد نخليه يكمل التفوار تاعو. وهنايا نروح نشوف البصل بعد ما داب، شوفوا كيفاش ولا كميه قليله ومازال يولي اقل من هذا الشيء. نروح نضيف له القرفه، كميه كبيره قرفه تفايه، هذه تحب القرفه بزاف بزاف، ضيف لها نكهه رائعه. درت شويه فلفل اسود، كما يمكن اضافه الكركم او الزعفران اللي راح يمد لكم لون شباب بزاف. وراني حطيت هذاك الزبيب تاعي بعد ما كنت غسلته مليح، نحرك ونضيف ملعقه كبيره معمره او 2، يعني راح يجي بنين. في الاخير زيدوا ذوقوه، الا جاكم ماشي حلو بزاف ممكن تضيفوا له اكثر. وهنا بعد ما فار الطعام تاعي حوالي 20 دقيقه ولا 25 دقيقه حسيته بدا يتلصق. هنا نضيف حوالي ملعقتين من الزيت وشويه زبده، ونضيف الملح طبعا للكسكس على حساب الكميه اللي عندكم، انا درت 2 معالق. ونروح نجيب الماء سخون، يميل بزاف السخونيه اكثر من اللي دافي. نفرغه ونقلب الكسكاس تاعي كي نشوفه اقطر، ونبدا نحرك بالمغرف تاع الحطب لانه راهو سخون. ونضيف الكاس الثاني ونرش بالعقل ونحرك. مهم جدا انكم ما تديروش الماء بارد لان الطعام راهو سخون وما راح يشرب لكم هذاك الماء، وراح تبردوا الطعام بسرعه. بهذه الطريقه راح يجيكم طري. هنا خصو شويه، راح نضيف له حوالي ربع كاس فقط، ونحرك. كيفاش تعرفوا باللي الماء خلاص راكم مكتفيين؟ كي تحطوا الطعام بين يديكم ولا بين صباحتيكم تحسوا بلي مازال كاين الشماخ، هنا توقفوا ما تزيدولوش باسكو مازال يزيد يتشرب. ونحرك بالمغرف تاع الحطب مليح باش الماء يتوشي كامل الكسكس تاعنا. كبرت شويه نروح نعاودو بيدي ونحلل في نفس الوقت هذوك الحبيبات اللي مازالهم مكورين، تقدروا تضيفوا لهم قطره من الماء باش نعرف بلي الطعام تاعي خلاص راهو مشبع. نرفدو هكا بيدي ونحسوا بلي راهو ثقيل، اكيد بلا ما تعجنوه، يعني تروحوا معاه بالعقل. ونخليوه 20 مينوت، نص ساعه على حساب الوقت اللي عندكم. الا عندكم وقت اكثر ممكن حتى اكثر من ساعه، حتى اللي تكونوا واجدين باش تفطروا وتفوروه. التفويره الثانيه شوفوا كيف خليته، كيف ولا مفروز حبه على حبه، ما كاش كامل التكوار ولا ملصق، شرب كامل هذاك الماء. وكنت درت الماء تاعي يغلي ونعمر نصف الكسكاس باسكو الطعام تاعنا راهو ضاعف حجمه، ونروح نحطوه يفور.
وهنا بعد ما فاتت حوالي ربع ساعة نروح نشوفه الطعام تاعنا ديجا بدا اللون تاعو يتغير، بدا يروح للصفورية. في نفس الوقت تحسي بلي الطعام تاعك بدا يلصق في بعضه. هنا راهو شبع تفوار، خلاص نقدروا نحيوه. شوفوا كيف ما لصقش كامل معايا في الكسكاس، باسكو درت له الزيت وشويه زبده. ونروح ندهن، درت شويه زبده تاع بقره مع شويه دهان تاع القابصه لابيل ولا فلوريال اللي كان عندكم، ونحركه جيدا. هنا الدهان تاعكم على حساب اللحم، الا كان يدم ولا لا. اذا كان فيه ليدان بزاف ديروا غير شويه زبده باش ما يقهمهمش في الماكله. نروح نشوفوا المرق تاعنا بعد ما وجد. شوفوا القوام تاعو واللون كيفاش رائع، والمرقه ريحتها ما شاء الله راها تشهي. وتاني تفايه اللي راها واجده وطايبه معايا ومعسله، شوفوا كيفاش راها ناشفه من الماء. وتاني كاينه حاجه واحده اخرى، الحمص ما كنتش قلت لكم عليه في الاول لاني نسيته. انا هنا الحمص كان واجد عندي من قبل طايب وجاهز في الثلاجه، رحت ضفت له شويه مرق وروح نطبخه حوالي 5 دقائق باش يرفد البنه تاع اللحم. واللي ما عندهاش الحمص واجد تصيي طيبه في الماء والفلفل الاسود والملح وتضيف له المرق في الاخير. انا صراحه ما نبغيش نطيبه مع اللحم باش ما يصمتليش المرق تاعي. هذه هي. ومن بعد ما غليت حبات بيض وقليت هذيك شويه تاع اللوز في شويه زيت وملحته، نروحوا نوجدوا طعام تاعنا في الصحن ولا في الطاجين. بهذه الطريقه راح نزين الطاجين تاعي. نحط الحمص في الوتور تاع الكسكس ونستفو بهذا الشكل. يعني حبيباتي التزيين اختياري، كل وحده وكيفاش تبريزونتي لاسيات تاعها. هنا كلش راهو سخون بالعقل. ومن بعد نضيف هذاك البيض تاعي، نحطه متباعد على بعضه كي من هاك. ومن بعد نحط هذيك التفايه فوق اللحم كما تقدروا تحطوها بين البيض، يعني هذاك الشيء اختياري طبعا. صدقوني هذه التفايه راح تعطي واحد الاضافه للكسكس رائعه رائعه. ونغيروا شويه، يعني كل خطره ما نديروا خطره مسفوف، خطره نديروه بالخضره، خطره بالبصله والزبيب، علاش لا؟ حتى بالدجاج راح يعطيكم نفس النتيجه، راح يجيكم بنين. وفي نفس الوقت راح تفرحوا ولادكم ويحمر لكم وجوهكم مع ضيافكم. ونزيدوا نضيفوا هذاك اللوز المقلي فوق البصل، وهكاك الطبسي تاعنا راهو جاهز مع هذاك المرق اللي جا بزاف بزاف بنين. صدقوني يجي شكلا وذوقا رائع، واللي ياكلو راح يبغيه. حتى الناس اللي جامي كلات الكسكس راح تولي تاكلو بالتجربه. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم وتجربوها وتنجح لكم، ولكن مهم جدا تتبعوا كامل التفاصيل اللي تكلمت عليها. اذا حبيباتي متابعيني وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى ما تنساونيش باعجاباتكم وتعليقاتكم وتبارطاجيوا الفيديو مع احبابكم. والناس اللي اول مره تدخل قناتي يا ريت تضغطوا على زر الاشتراك ولا ابوني وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.